فبس ما كانش يعني شغل الجامعة اللي هو خدكم المحاضرة وخلاص، لا إحنا كنا بنعمل تطبيق يعني عملي. أنا آلاء وليد عبد الله، عمري 20 سنة، طالبة في كلية حاسبات وذكاء اصطناعي، سنة ثالثة قسم AI. أنا دخلت الكورس بتاع الداتا ساينس والاي اي كانت كرغبة تامة، والجول بتاعي أصلا إنه كان أشتغل في المجال ده. فلما دخلت وعرفت أكتر عن سوق العمل كان في شوية توتر وخوف في البداية، وإنه هل فعلا يعني أنا أقدر أفهم كل كونسبت في الكورس ده وأقدر مثلا أشتغل على بروجكتس حقيقية وكده. فدخلت الكورس والحمد لله أنا يعني كنت استفدت أكبر استفادة، تمام، من حد ما بيعرفش مجال الداتا ساينس أصلا لحد يعني اشتغل في كذا مشروع في كذا دومين مختلف، سواء كان بانكينج أو هيلث كير أو حتى مجال التليكوم كفاينل بروجكت. فالكورس أفادني جدا، استفدت من الانستراكتورز بصورة كبيرة. دايما يعني الانستراكتور كان مساعدنا، بقدم لنا معلومات مفيدة. المميز كانت متابعة الانستراكتور، الشرح كان مبسط جدا، ما كانش الانستراكتور بيعدي علينا حاجة، فبس ما كانش يعني شغل الجامعة اللي هو خدكم المحاضرة وخلاص، لا إحنا كنا بنعمل تطبيق يعني عملي في الكورس، بنيجي نعمل presentations ونناقش وهكذا. طيب مجال الداتا ساينس مش زي ما سامعين خالص انه مجال صعب وما فيهوش فرص شغل، لا بالعكس، هنلاقي انترنشيبس كتيره، هنلاقي فرص عمل كتيره. مش بس انك يعني مثلا تخش كورس وما تطبقش فيه، لا يعني اي حاجه اخدتها في الكورس لازم تطبق عليها.